قبل ما نبدأ فيلم النهاردة ما تنساش تصلي على النبي وتدعي لإخواتنا إن ربنا ينصرهم. ويلا بينا نبدأ الفيلم. بيبتدي فيلمنا في العصور القديمة تحديدا سنة 1380، وبنشوف الجنود في مطاردة مع بنت عمالة تهرب منهم، وبعد ما بيضربوها بيبقوا فاكرين إنهم خلاص قدروا عليها، ولكن البنت دي بتترفع بطريقة غريبة جدا للسماء، وبيطلع فضائي كان محبوس في جسمها وبيهرب على طول، وفجأة بتتفتح بوابة زمنية في السماء وبيظهر منها عربية راكب فيها جندي آلي ومعاه روبوت اسمه ثاندر، ودول كانت مهمتهم انهم يلاقوا الفضائي اللي هرب من جسم البنت. وفعلا بعد مطارده بيقدروا ان هم يجيبوه ويسحبوه من جسم البنت دي. فبيقول لهم الفضائي انهم اغبياء جدا واللي بيعملوه ده مش كفايه لان باقي اصحابه موجودين على الارض. وبعدها بقى بتطلب منهم البنت انهم ينقذوا بنتها الصغيره رضيعه، بس الجندي بيقول لها ان هم خلصوا مهمتهم وانهم كمان مش مسؤولين عن حمايه البشر، وبياخد معاه ثاندر وبيسافروا من البوابه الزمنيه لسنه 2012. وبيدخل الجندي الآلي علشان يحبس الفضائي الجديد اللي قبض عليه، وبيتأكد ان مفيش حد من اللي قبض عليهم قبل كده هرب. وبنشوف بقى ان ثاندر كان راح انقذ البنت الصغيره لانها صعبت عليه وجابها معاه كمان لسنه 2012، وده طبعا من غير ما الجندي يعرف. ولما بيشوفوا الجندي شايلها بيتضايق وبيقول له ايه اللي خلاك تجيبها، فبيعرفوا ثاندر انها هتنفعهم في التجارب بما انها يعني لسه صغيره وما عندهاش اي ذكريات ولا في اي حاجه اثرت عليها. وبعدها بيتواصل الجندي الآلي مع المنظمه اللي بتسفره عبر الزمن علشان يقبض على الفضائيين، وبيبلغوه ان في شحنة مساجين جديدة هتوصل كمان 10 سنين. وبنرجع تاني بقى بالزمن لسنة 1391 وبنشوف موريك، وده مقاتل عنده قوة خارقة وبيكون معاه مروحة صينية بيقدر انه يخبي فيها قطين اسمهم المخلب الايمن والمخلب الايسر، وطبعا هما الاتنين باستخدام السحر بيتحولوا لمقاتلين بيساعدوه، وده لانه شغال قاتل بالاجر وبيقبض على المجرمين وبياخد فلوس مقابل كده. وبعد ما بيخلص موريك مهمته وبيقبض على المجرم بيدخل مكان فيه الحاجات المطلوبة مقابل فلوس، وبيشوف فيه مخطوطة قديمة ان فيه سيف مطلوب والمقابل بتاعه بيبقى رقم خرافي. فبياخد موريك رجالته وبيقرر ان هي دي تبقى مهمته الجديدة، وعلشان يجمع معلومات عن السيف ده بيروح السجن الصياد هو الوحيد اللي شاف السيف قبل كده، وبيعرض عليه موريك انه يهربه من السجن مقابل معلومات عن السيف. فبيحكي له الصياد انه في مرة طلع معاهم في الشبكة السيف الخارق ده وهم بس كانوا عايزين يسرقوا الجوهرة اللي عليه، وعلشان كده راحوا بيه الحداد علشان يفصلها، بس الغريب انه معرفش يفصلها مهما حاول لحد ما طارت الجوهرة لوحدها ودخلت في جسم راجل كان مشلول، والصدمة ان الراجل ده بقى سليم. وبعد ما قدرات السيف الخارقة دي اتعرفت اشتراه قاضي مشهور، بس المشكلة ان القاضي ده قوي وبيقدر يستخدم السحر علشان كده محدش بيعرف يسرق منه السيف. فبيروح موريك لبيت القاضي وبيحاول انه يهجم عليه وياخد السيف منه، ولكن بيفشل لان قوة القاضي كانت اكبر من قوته بكتير. فبيسيبوا القاضي واقع على الارض مش قادر يتحرك، وبيطلع يقابل راجل شكله غريب ولابس بدله، وطبعا ده معناه انه مسافر من زمن تاني. المهم صاحب البدله بيقول للقاضي ان السيف ده بتاعه وانه عارف بالظبط ايه قوته، بس القاضي طبعا مش بيصدقه وبيحاول انه يهرب منه، ولكن صاحب البدله بيطلع فضائي وبيطلع دراعات طويله وبيخلص بيها على القاضي ده. في نفس الوقت ده بيسمع موريك صوت ضرب في المكان، ولما بيطلع بيشوف الفضائي وهو بيخلص على القاضي. وفي نفس الوقت برضه كان الصياد دوج هرب من السجن، فبيروح على مكان القاضي يمكن يعرف يسرق السيف هو كمان، وفجأة من غير ما يدور حتى بيقع السيف قدامه فبياخده وبيهرب. وطبعا الفضائي بيطلع يجري وراه وبيقدر يمسكه بكل سهولة، وقبل ما يخلص على دوج بيوصل موريك اللي بيستخدم سحره علشان يوقف المهزلة دي، وهنا بيحصل قتال بينه وبين الفضائي، بس للأسف بيقدر الفضائي انه يرفعه ويرميه على الأرض، وبعدها بيكسر بيه حيطة البيت وبيسيبه مغمى عليه وبيهرب على طول. وبيفوق بعدها موريك بعد ما المخالب صحوه وبيكتشف ان في ممر غريب وراه. وبنروح بقى لاول مره لسنه 2022، وهناك بنشوف الجندي الآلي اللي فضل يعمل تجارب على آن الطفله الصغيره، وفي يوم بيجي له استدعاء من المدرسه، ولما بيروح هناك بتقول له المديره ان بنته الصغيره آن راحت للشرطه وقالت ان ده مش ابوها ولا حاجه وانه اصلا رجل آلي ومش بشري، ولكن ما كانش معاها دليل على الموبايل، ووعدت الشرطه انها تجيب الدليل في اقرب وقت. فبيروح الجندي وبياخد آن معاه وبيرجعها للبيت، بس بيتضايق لما بيحس ان ثاندر بيتواصل مع البنت، فبيقول له يركز في مهمتهم وما يتواصلش معاها تاني. وبيعرفوا ثاندر ان شحنة المساجين الجديدة خلاص على وصول ولازم يجهزوا لهم بشر لان الفضائيين بيسجنوا المجرمين بتوعهم في اجسام البشر، وطبعا ده معناه ان الجندي لازم يجهز بشريين للمهمة دي. وبنروح بقى بعدها الآن اللي بتدخل العربية وبتحاول تفهم مين الآلي اللي عامل نفسه ابوها ده، بس قبل ما تلمس اي حاجة بيظهر لها ثاندر وبيقول لها ما تلعبش في اي حاجة
لان الجندي شاكك فيها، وبيحكي لها حقيقته وانه مجرد آلي هو كمان. ده غير كمان انه بيعرفها انها جايه من الماضي وان هو اللي انقذها وجابها معاه هنا. وقبل ما يوصل الجندي ويشوفهم بتهرب آن، فبيقول ثاندر للجندي ان عنده فكره جديده بما ان عدد المساجين المره دي كبير جدا، فهو بيقترح انهم يسجنوهم في اجسام البشر اللي في المستشفى. وتاني يوم بتوصل السفينه الفضائيه اللي هتسجن الفضائيين في اجسام البشر للمستشفى، وبتشوفها آن اللي بتحاول انها تصور اللي بيحصل ده لحد ما بيشوفها الجندي فبتحاول انها تهرب منه. وبنرجع من جديد بقى الموريك اللي بيروح بيت دوج يسرق منه السيف، وهناك بيتصدم لانه بيلاقي كتير غيره عايزين يسرقوا السيف برضه، ومنهم كمان اللي متنكره على اساس انها عروسه. بس الغريب بقى ان بيكون معاها مسدس، وده معناه انها مسافره من المستقبل. وكمان كان في مقاتل تاني اسمه ميلبورن عايز يسرق السيف، وبعد قتال عنيف بين الثلاثه بتقدر البنت انها تخدر موريك وتبعده عنها، ولكن ميلبورن بيقدر انه يوقعها على الارض وبياخدها هي والسيف معاه وبيهرب من المكان. وبنرجع من جديد لسنه 2022، وده لما بيكتشف الجندي الآلي ان آن صورت وشافت كل حاجه، فبيحكي لها ان دي كانت عمليه حبس المساجين، وبيعرفها ان هو وثاندر مسؤولين عن عمليه الحبس دي، وبيقول انهم بيحموا البشر من هروب المساجين دول. في نفس الوقت في المستشفى كان في شرطي اسمه دوك دخل فضائي في جسمه، بس الغريب بقى ان سوك ده بدأ يحس بأعراض غريبه. وفي يوم كان في مهمه للقبض على تاجر مخدرات، وعلى غير العاده اول ما بيمسكه بينزل فيه ضرب لحد ما بيخليه مش قادر يتحرك، ولما بياخده على الاسم بيقعد بعيد عنه، بس برضه بيقدر يسمع خطته كلها، وبيعرف كمان المستودع اللي حاطط فيه المخدرات. فبيروح سوك على المستودع لوحده وبيخلص على كل اللي هناك بعنف شديد. وطبعا الاخبار دي بتوصل للجندي الآلي اللي بيشك في حالة سوك، فبيقرر انه يروح له من غير ما ياخد باله ان آن معاه في العربية. ولما بيوصل لمكان سوك بيلاحظ ان في مركبة فضائية جاية مخصوص تاخد الفضائي ده، فبيطلع الجندي بسرعة علشان يمسكه، وهنا بيحصل قتال عنيف بينهم هما الاتنين، ولكن الفضائي كان اقوى من الجندي بكتير وبيقدر كمان انه يرميه بعيد. وطبعا الجندي كان مستغرب ازاي الفضائي ده قدر يعمل فيه كده، بس استغرابه ده بيختفي لما بيعرف ان ده يبقى زعيم المساجين واللي بيكون عايز يهرب علشان يعمل لنفسه جيش محدش يقدر عليه. وفي الوقت ده كان سوك بيهرب من الفضائي وهو مرعوب، وبتحصل مطاردة بينهم هما الاتنين، وبيروح وراهم الجندي وثاندر وبيحاولوا انهم يلحقوه لحد ما بيحصل قتال كبير بينهم قدام المستشفى، وكل البشر اللي فيها بيكونوا واقفين ومرعوبين. وعلى الرغم ان الجندي حاول بكل قوته ولكن الفضائي كان اقوى منه وبيقدر انه يضربه وبيرميه بعيد بين الحياة والموت. فبيقدر الفضائي انه يحرر القائد بتاعه من جسم سوك، ودي اول مرة انه يشوف المتحكم، وده حاجة كده زي زعيم الفضائيين. وبعد ما بيقدر المتحكم انه يعمل اللي كان عايزه بيركب السفينة الفضائية اللي كانت جاية تاخده وبيمشي من المكان. في نفس الوقت بقى كان ثاندر زعلان على صاحبه الجندي الآلي، وعلشان كده بيستخدم كل طاقته علشان يشحنه بيها، وبكده تكون طاقة ثاندر خلصت وبيقع على الارض. فبيجري الجندي الآلي على السفينة الفضائية، وهناك بقى لأول مرة بيشوف هافا، ودي الغرض الرئيسي ليها هو تفجيرها على كوكب الارض، وده هيحرر كل الفضائيين اللي محبوسين جوه اجسام البشر. وبيمسك الجندي الآلي السيف الخارق وبيضرب بيه مصدر طاقة السفينة، وهنعرف بعدين السيف جاله ازاي. بس كل ده بيعرفه المتحكم اللي بيقرر انه يرجع يدخل في جسم بشري تاني بما ان السفينة بتاعته خلاص اتاخدت، فبيحاول انه يدخل لجسم آن. بس ثاندر بيجي على اخر لحظة وبينقذها منه بصعوبة علشان يرجع المتحكم في جسم سوك تاني. وهنا بقى بيفجر جزء من الهافا اللي بتغطي المدينة كلها، وقبل ما توصل لآن بيطلع وبيجري عليها ثاندر وبيركبها كمان العربية وبيخليها تهرب من المكان قبل ما يحصل لها حاجة. وبنرجع بقى للماضي وبنشوف البنت اللي كانت متنكرة على اساس انها عروسة، وبنعرف ان دي آن لما سافرت للماضي، وبتفوق بعد ما كان ميلبورن ضربها، وبتلاقي نفسها مع شوية بشر سافروا بالزمن برضه، وبيعرفوها ان مهمتهم هي القضاء على المتحكم لانه رجع من جديد لجسم بشري، وهو ده اللي هيفجر الهافا. وفي نفس الوقت ده بيوصل موريك برضه اللي لسه عايز يسرق السيف، وبعد ما بيوصل له بيشوف آن وقع على الارض، ولما بيقرب منها علشان يساعدها بيضربه فضائي وبياخد السيف وبيهرب على طول. وبنرجع من جديد لسنة 2022، وده بعد ما تفجير الهافا بدأ وكل الفضائيين خرجوا من اجسام البشر. وطبعا لو استمر الموضوع على كده فالفضائيين هيسيطروا على كوكب الارض كله، وعلشان كده بيقف الجندي الآلي يحاربهم لوحده. ده كمان بيبعد ثاندر وآن عنه وبيقول لهم يهربوا بالعربية في اسرع وقت، بس في الطريق بتزعل آن على الجندي وبتطلب من ثاندر انهم يرجعوا له وينقذوه.
ينقذوه. وفعلا لما بيرجعوا كان الجندي في قتال ضد كل الفضائيين لوحده، وعلشان كان عارف انه مستحيل ينجح فبياخد العربيه بثاندر وآن وبيجري بيها من الممر الزمني علشان يقدر يرجع للماضي ويمنع اصلا الفضائيين ان هم يوصلوا له. بس لما بيوصلوا سوك بيدخل في قتال مع الجندي الآلي وبيقدر للاسف انه يخلص عليه. ومن العربيه بتشوف آن اللي حصل فبتضرب سوك بالنار وبتقع بالعربيه في الميه. ووقتها بقى كان موريك قاعد على البحر، ولما بيشوف بنت صغيره بتغرق بينزل بسرعه وبينقذها. في نفس الوقت ده كان المتحكم محتاج جسم تاني يعيش فيه، وده بعد ما سوك مات. فبينادي على موريك اللي كان لسه طفل، ولما بيروح لموريك بيدخل جوه جسمه علشان يبقى لقى لنفسه جسم بشري جديد يقدر يتحكم فيه، بعد ما الفضائيين بدأوا يحبسوا المجرمين بتوعهم في أجسام البشر. وده لحد ما زعيم المساجين قدر يعمل خطة ويهرب من البشري اللي كان محبوس جواه، وكان كل هدفه هو تدمير الكوكب علشان يعيش عليه هو وباقي الفضائيين براحتهم. وعلشان يعمل كده كان لازم يفجر كوكب هافا، والحاجة الوحيدة اللي ممكن تمنعه هي السيف الخارق. وبعد مرور 10 سنين قدرت واحدة انها تلاقي السيف، ولكن بعد ما لقته اختفت، وبكده بقى مصير الكوكب للأسف مجهول. وبنشوف بقى بعدها آن اللي لقت السيف، ودلوقتي لازم تلاقي حراس السجن وتسافر بالزمن علشان تحمي هافا من الانفجار. وبتتنكر آن وبتفضل تجمع معلومات عن ثاندر اللي هيرجعها لهافا، لحد ما بتعرف من شخص ان في حد شافه. بس قبل ما تتحرك بيجي عليها 2 عايزين يسرقوا منها السيف، ولكن بتحط عليهم بكل سهولة. وبنعرف بقى ان اكتر واحد عايز يسرق السيف هو الخارق ده اللي بيكون اسمه جاجانج، وده بيكون زعيم المساجين واللي قدر انه يخلص على شخص ويعيش جوه جسمه، واي حد بيحاول يقف قدامه كان بيخلص عليه على طول. وبيعرف بعدها المقاتل الاعمى نونج ان جاجانج ظهر من جديد وبيدور على السيف الخارق، فبيقرر انه يحاربه، وده لان جاجانج اصلا هو اللي عماه زمان. في نفس الوقت ده كان موريك واحد من المحاربين الاقوياء قاعد بياكل، لحد ما بيجيله 2 سحرة وبيقولوا له انهم عايزين يوصلوا للسيف الخارق. وقبل ما يكملوا كلامهم بيهرب منهم موريك، وبتقدر بعدها الساحرة انها تتحكم فيه وتجيبه لحد عندهم تاني، وبياخدوه عندهم لانهم لقوا جواه طاقة رهيبة هم عايزينها. وبنروح بعدها وبنشوف آن اللي لسه بتهرب، وبتكون حاسة ان في 2 ماشيين وراها، ولما بتسألهم ماشيين وراها ليه بيقولوا لها ان دي تعليمات جوزها. وطبعا آن بتتصدم لانها المفروض مش متجوزة يعني، وبتقول لهم محدش يمشي وراها لانها مش عايزة حماية من اي حد. بس اللي ما كانتش تعرفه ان رجالة جاجانج عرفوا ان السيف معاها، وعلشان كده بيحاولوا يقتلوها. بس بتحصل معركة بينهم وبتقدر آن انها تهرب منهم، وبتستخبى في مكان كده هم مش شايفينها فيه. وفجأة كده في نص القتال بيوصل نونج وبيسألهم كمان على مكان جاجانج، وطبعا كل اللي موجودين بيتريقوا عليه علشان ده مجرد رجل اعمى، بس مش بيشغل باله بيهم وبيحس بوجود السيف الخارق في المكان هنا. وفعلا بيوصل له وبيضرب آن اللي ما قدرتش على مقاتل محترف زيه. بس بيوصل موريك بعدها وبيدافع عنها وبيقول كمان انه يبقى جوزها، وطبعا آن ولا تعرفه ولا شافته قبل كده اصلا. وبيبدأ موريك يحارب جاجانج، والغريب بقى ان موريك طلع قوي وقدر يوقف هجوم نونج. وقبل ما يخلص نونج عليه بتاخده آن وبتهرب معاه باستخدام ستارة سحرية بتخفي اللي وراها. وطبعا نونج مش بيقدر يجيبهم وبيفضل متضايق جدا لان السيف الخارق ده هو الحاجة الوحيدة اللي ممكن ترجع نظره تاني. وفي الطريق بيسألها موريك ايه اللي جابها هنا وليه كمان معاها السيف ده، فبتقول له انها جاية من المستقبل بعد ما عرفت اللي الفضائيين عايزينه. وبتحكي له آن اللي حصل سنة 2022 في مدينة سيول، وبنشوف آن اللي لسه مش عارفة ان كلها يومين وهافا هتنفجر. وبتطلع بره البيت شوية لحد ما بتلاقي مجرم اسمه جو بيهرب من الشرطة، وطبعا جو ما كانش عارف هي مين وبيحاول يضربها، بس طبعا بطلتنا بتحط عليه وبترميه على الارض. ووقتها بتكتشف ان معاه حبوب غريبة كان بيهربها، فبتقبض عليه وبتسلمها للظابط كانج وبتقول له لو احتجت شاهدة اتصل بيا. بس بعدها بيقدر جو انه يهرب من المستشفى اللي كان محبوس فيها، وبيتصدم لما بيلاقي هجوم من اتباع جاجانج وبيقدروا ان هم يسيطروا عليه. ولما بتعرف آن اللي حصل بتخاف على كيم بنت اختها، وده لانها سمعت 2 من المساجين بيتكلموا عنها، وده لانهم عايزين يسرقوا منها السيف الخارق. ولما بترجع البيت بتطمن على كيم وبتلاقيها كانت بتتفرج على فيديو هجوم المساجين على المستشفى، وبتعرف انهم اتحكموا في جو بعدها بيوم، واللي بيبقى اليوم اللي هتنفجر فيه هافا. ولما بتكون آن في الطريق فجأة بتشوف الانفجار وبتحصل سحابة ضخمة محدش بيبقى عارف هي اصلا ظهرت ازاي. وبتروح آن بسرعة للشرطة اللي بيحققوا في الموضوع وبتفرجهم على فيديو المستشفى
وبتقول لهم ان جو هو اللي ورا كل ده، لان دلوقتي زعيم المساجين هو اللي متحكم فيه. وبعدها بقى بيتصل مين ابو البنت اللي صورت فيديو المستشفى بآن، وبيطلب منها تخلي بنته معاها لان الوضع بره خطير جدا. ولكن آن بتشك فيه بعد المكالمه دي وبتعرف انه عارف حاجه، فبتاخد الضابط كانج معاها وبتروح تطارد مين. وفجأة بيحصل ضرب نار كثيف ومطاردة كبيرة، وبتقف آن مصدومة من اللي بيحصل، وبتشوف كمان الفضائيين وهم بيسيطروا على الكوكب. وبنرجع بقى من جديد لآن اللي كانت قاعدة مع موريك وبتحكي له انها سافرت بالزمن علشان تنقذ الكوكب قبل الانفجار. وبعد ما خلصت قصتها بتسأله هو ايه اللي جابه هنا وليه اصلا بيدور على السيف، وبتتصدم لما بتلاقيه عارف اسمها، فبترفع عليه المسدس، بس بيفكرها لما كانت لسه طفلة صغيرة هتغرق وهو اللي انقذها. بس بعدها بيعترف لها انه هو صغير قبل واحد من الفضائيين ودخل جسمه، ومن يومها وهو عايز يطعن نفسه بالسيف الخارق علشان يطلع الوحش ده من جواه. وبيطلب من آن تقتل الوحش لما يطلع، ولكن آن بترفض وبتقول له انه لو طعن نفسه هيموت ولازم يعيش حياته عادي وينسى اصلا انه جواه وحش. وبعدها بياخدها موريك وبيوديها لمكان ثاندر اللي طبعا كان فاقد طاقته ومش بيتحرك. فبتقرر آن انها تسافر بالزمن تاني علشان تلاقي حل يوقف انفجار هافا. وبنرجع بقى من جديد لنونج اللي بيكون لسه مصمم يطارد جاجانج وينتقم منه علشان عماه، وبيقابل كمان السحرة الاتنين وبيعرفهم بخطته. بس المشكلة ان جاجانج كان خلى رجالته يقتلوا اي مقاتل بيدور عليه، اما السحرة فبيلاقوا المكان مليان جثث. في نفس الوقت ده كانت آن مع ثاندر بيدوروا على طريقة ينقذوا بيها الكوكب، وفجأة بيدخل عليهم زعيم الفضائيين، وهنا بتحصل معركة قوية بينهم، وبيوصل كمان نونج وموريك علشان ينقذوها. بس فجأة زعيم الفضائيين بيقدر يوصل للسيف الخارق وبيطعن بيه موريك لانه كان عايز الوحش اللي جواه، فبتجري آن عليه علشان تساعده، وبتشيل كمان السيف من جسمه وهي مش عارفة تعمل ايه علشان تنقذه زي ما انقذها من الغرق. بس اللي ما كانتش تعرفه ان الوحش اللي جوه موريك طلع من جسمه ودخل في جسم آن وبقى بيتحكم فيها. ولما بيهجم عليهم نونج علشان يدمرهم بتتفتح بوابة زمنية بتهرب منها آن من جديد ل 2022 وتحديدا قبل 46 دقيقة من الانفجار. وطبعا كل المساجين هناك كانوا مبسوطين لان الزعيم بتاعهم وصل جوه جسم آن. بس الشرطة اللي ما كانتش فاهمة ايه اللي بيحصل بيقرروا انهم يدخلوا السحابة المرعبة اللي موجودة على اساس يعني انهم يحلوا الموضوع لوحدهم وكده. بس لما بيدخلوا بيترعبوا من اللي بيشوفوه لانهم بيلاقوا فضائيين ماشيين على الارض واي حد بيقابلهم بيقتلوه. وبنشوف برضو ان السحرة الاتنين بيعرفوا انهم يعدوا من بوابة الزمن وبيفضلوا ماشيين في العالم الجديد الغريب ده اللي مش معروف بالنسبة لهم لحد ما الشرطة بتقبض عليهم، بس بيقدروا انهم يهربوا منهم. وبيعرف السحرة ان في بنت اسمها آن سافرت برضو بالزمن وموجودة معاهم، فبيقرروا انهم يوصلوا لها لان دي الوحيدة اللي عندها حل الموضوع كله. وبنرجع بقى شوية لموريك اللي كان نايم على الارض بعد ما الوحش طلع من جسمه، ولما بيفوق بيلاقي في حد بيكلمه وبيقول له انه هيحوله لحاجة كده زي الروبوت، وده علشان يشارك في المعارك دي كلها. وفعلا بياخده للمستقبل معاه لسنة 2022 وبيبقى فاضل بس 14 دقيقة قبل الانفجار، وعلشان كده كان لازم يسرعوا شوية في المهمة. وبيروح موريك وبيطارد آن اللي نازلة ضرب في اي حد يقرب منها، ولما بتشوف السحرة بتهجم عليهم في القطر وبتبقى خلاص هتقتلهم. وطبعا موريك ما كانش لسه بقى متمكن في استخدام الروبوت وبيقع من على القطر، بس بعدها بيفضل يحاول يلبس بدلة الروبوت لحد ما بينجح اخيرا انه يتحول وبيجري ورا القطر من جديد، وبيقدر يقف في طريق آن اللي ما حدش مالي عينيها دي، بس للاسف بتقدر انها تضربه. فبيضحي موريك بنفسه وبيرمي عليها بدلة الروبوت علشان يطلع الوحش اللي متحكم فيها، بس بيوصل جو هو كمان وبيضربها علشان يمنع خروج الوحش من جسمها. ومن قوة الصراع بينهم بينفجر القطر وبيتكسر وهو ماشي على القضيب، ووقتها بس كان فاضل 6 دقايق على الانفجار. وهنا بيظهر بقى زعيم المساجين لأول مرة على شكله الحقيقي المرعب وبيبدأ في تدمير أي حاجة قدامه. وبعد ما رجعت آن من جديد وطلع الوحش من جواها بتحاول مع السحرة إنهم يدمروا الوحش، بس الوحش كان أقوى منهم بكتير. وبعد الخراب اللي حصل ده بيشوف السحرة ورقة وقع على الأرض وعليها صورة نونج، فبيستغربوا إزاي صورته وصلت للعصر ده وإيه كمان اللي جاب سيفه هنا. بس في الوقت ده بيلاقوا الشرطية جاي اللي بتقول لهم إنها تبقى حفيدة نونج، وجدها ساب لها ورق فيه اللي هيحصل، وكمان ساب لها السيف بتاعه علشان تحاول إنها تحمي الكوكب لما الكلام ده يحصل. وبنشوف إن نونج كان ساب لها رسالة مكتوب فيها
ان في المستقبل السحرة الاتنين وموريك هيدخلوا في حرب قوية من غير اسلحة، وعلشان كده كان سايب لهم اسلحة تساعدهم في الحرب بتاعتهم. فبيقوم موريك مع الاتنين السحرة علشان يستعدوا للحرب، وكمان بيبقى معاهم جاي وآن. وهنا بتبدأ الحرب الأخيرة بين البشر والفضائيين، وبتقدر الساحرة بكم تعويذة كده انها تكبر حجمها، ده كمان بتستنسخ منها عدد كبير. بس المشكلة بقى ان الفضائيين كانوا لسه اقوى برضه، وده لانهم بيقدروا يمدوا دراعاتهم لمسافات بعيدة. فبيبدأ زعيم الفضائيين مطاردة آن وبيقدر يمسكها، ولما بيحاول موريك انه يساعدها بيمسكه هو كمان، بس تركيزه خلاص كان اتشتت. وهنا بتقدر آن انها تهرب، ولما كان فاضل خلاص ثواني على الانفجار بتطلب آن بسرعة سيف نونج اللي بتاخده من جاي، وبتطلع تجري على السفينة الفضائية المسؤولة عن الانفجار، وبترمي كمان فيها السيف وبتضرب الفضائي اللي كان عايز يمسك السيف، وبكده بتقدر انها تفجر السفينة وتنقذ الموضوع قبل ما تنفجر هافا، وبكده يكونوا عطلوا القنبلة. بس المشكلة الحقيقية ان زعيم الفضائيين لسه عايش وبيكمل هجوم على البشر، فبيروح موريك وراه جري علشان يوقفه وبيحاول انه يضربه، ولكن الفضائي كان هيسيطر على جسمه من جديد. بس هنا بتوصل آن وبتلبس بدلة الروبوت وبتاخد الوحش جواها، وبكده تكون حبست الوحش الفضائي جواها وخلصت منه. اما ثاندر فبيروح وبياخد البدلة اللي الوحش محبوس فيها، وبيقول لآن انه لازم يخلص منها. وطبعا آن بتزعل عليه لانها عارفة انه هيروح يفجر نفسه بالبدلة، وده علشان يضمن ان الوحوش كده مش هترجع تاني. وفجأة بتتفتح البوابة الزمنية تاني علشان تاخد السحرة وموريك اللي بيودعوا آن بعد ما ساعدتهم في انقاذ الكوكب. ولما بيرجعوا بيلاقوا نونج وبيحكوا له بالظبط ايه اللي حصل، وعلشان كده نونج بيعرف ايه اللي هيبقى ناقص في الحرب دي في المستقبل، فبيسيب الاسلحة لحفيدته جاي. اما الناحية التانية فبيقعد موريك متضايق انه بعد عن آن لحد ما بيكتشف ان البوابة الزمنية لسه مفتوحة، فبيجري منها بسرعة علشان يروح تاني لسنة 2022 بعد ما خلاص قرر انه هيعترف لآن بحبه ليها اللي خباه في قلبه طول السنين دي كلها. وبكده خلص فيلمنا النهارده، استنوني بقى في فيديوهات وملخصات جديدة. سلام.